شرا يره. أيها المسلمون أيها المؤمنون عباد الله، قبل مئات السنين والأعوام أضجع إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل ليذبحه، وهذا ابتقاء لأمر الله جل وعلا، كما أخبر الله تبارك وتعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الابن أيها الكرام طاعة لأمر الله جل وعلا وطاعة لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام قال بكل تسليم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. العجيب في الأمر أيها الكرام أن إبراهيم عليه السلام كان دوما يسأل الله جل وعلا هذا الولد، كان يدعو الله جل وعلا فيقول رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، فيستجيب الله تبارك وتعالى لهذا النبي، فيخبر الله جل وعلا فيقول فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله تبارك وتعالى يأمر الأب أن يذبح الابن، والابن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى ويستسلم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لذلك أيها الكرام حري بنا في هذا اليوم أن نقف مع هذه القصة وهذا الحدث وهذا الإخبار الذي أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه عن إبراهيم عليه السلام. يجب علينا في هذا اليوم أن نقف مع وقفات نستقي منها العظات والعبر أيها الكرام. والله جل وعلا يخبر عن هؤلاء الأنبياء فيقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أولا أيها الكرام يجب علينا في هذا اليوم أن نعلم علم اليقين أن أعظم القربات وأجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا في هذا اليوم هو إراقة الدماء. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أتى عند ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له سعة من المال فلم يضحي في هذا اليوم لا يقرب مصلى المسلمين أيها الكرام، لأن إراقة الدم في هذا اليوم أعظم قرب يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عمل أحب إلى الله تبارك وتعالى من إرهاق الدماء، وإنها لتأتي يوم القيامة أي هذه الذبيحة بقرونها وأشعارها وأغلافها، وإن الدم أيها الكرام يقع عند الله تبارك وتعالى بمكان قبل أن يقع عند الله جل وعلا بمكان قبل أن يقع على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطيبوا بها نفسا. فحري بكل من أكرمه الله جل وعلا بأضحية عندما تضع هذه الأضحية على الأرض أي عبد الله تمعن إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في المقام الأول. في المقام الثاني أيها الكرام نأخذ من هذه القصة حقيقة الاستسلام إلى أمر الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام لما أمره الله جل وعلا بأن يذبح ابنه ما تلفت، أمره الله جل وعلا أيها الكرام فأسرع في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، لأنه أيها الكرام الاستسلام لأمر الله جل وعلا إنما هو من ركائز الإسلام
ودلائل الإيمان وثوابت الإحسان. والله تبارك وتعالى في القرآن أشار إلى هذا الأمر، وبين الله جل وعلا هذا المراد، فقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالعبد عباد الله جل وعلا إن أتاه أمر من الله تبارك وتعالى لا يسأل أهذا الأمر واجب أو مستحب، وإن أتاه أمر نهي من الله تبارك وتعالى لا يسأل أهذا الأمر حرام أم مكروه. ومما يذكر في هذا الباب أن رجلا أتى إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وسأله عن الأضحية أهي واجبة؟ أجاب رضي الله عنه وأرضاه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. أعاد الرجل السؤال: أهي واجبة؟ احتار ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذا السؤال، فقال: يا هذا ألا تعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون. فحري بنا أيها الكرام أن نعي حقيقة الاستسلام لأمر الله جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يا عباد الله. ثم بعد ذلك أيها الكرام مما نستفاد منه في هذه القصة أن بعد الشدة يأتي الرخاء، وبعد الظلام يأتي النور. الله جل وعلا يخبر فقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. والله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول أحد القائلين وقد أنصف في مقالته قال: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فيا عبد الله بعد الشدة يأتي الرخاء. ويا أيها الكرام إن الله تبارك وتعالى جعل الابتلاء والامتحان والاختبار والتمحيص سنة كونية يجريها الله جل وعلا على عباده حتى الأنبياء والمرسلين. الله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهنا وقف أيها الكرام مع كل صاحب بلاء ومحنة وشدة وحزن وبؤس وياس. أبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عندما تلقى الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى سيؤتيك أجرا عظيما. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حادثة من حوادث يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عندما يرى أهل العافية أهل البلاء من أهل الدنيا يتمنون أهل العافية لو أنهم في هذه الدنيا عباد الله قرضوا بالمقاريض. وهذا إن دل عباد الله إنما يدل على أن الشدة في الدنيا والمحنة في الدنيا والياس في الدنيا والامتحان في الدنيا إن صبرت عليه ولجأت إلى رب السماوات والأرض فإن الله تبارك وتعالى جازيك عنه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. ويا عباد الله مما يستفاد في هذه القصة أيها الكرام إيثار محبة الله ومحاب الله تبارك وتعالى على جميع محاب الدنيا. الله تبارك وتعالى اصطفى إبراهيم خليلا، وإبراهيم سأل الله جل وعلا الولد، وكان عمر إبراهيم عندما أنجب إسماعيل عليه السلام 68 عاما، فتعلق قلب إبراهيم بابنه إسماعيل، تزاحم حب الله جل وعلا مع حب هذا الابن حتى يرد الله جل وعلا الخليل إلى خليله. أمر الله جل وعلا أن يذبح إبراهيم إسماعيل عليه السلام. فحري بالعبد إذا أراد أن يسعد في هذه الدنيا أن يقدم محاب الله جل وعلا وإيثار طاعة الله تبارك وتعالى على جميع محاب الدنيا. فحري بنا عباد الله في هذا اليوم أن نستقي هذه المعاني، أن يعلم عبد الله
أن أعظم القربة هذا الدم الذي يراق، وأن نعلم أن بعد الشدة يأتي الفرج، وأن نؤثر محاب الله تبارك وتعالى على محابنا وعلى محاب هذه الدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الكرام، من المعلوم عندنا أن هذا اليوم هو يوم العيد، والعيد أيها الكرام هو الفرح، والفرح لا يكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. هذا اليوم يوم الفرح، والفرح أيها الكرام لا يكون فرح إلا بطاعة الله جل وعلا. فكل عمل أردت منه سعادة، أردت منه لذة، أردت منه أمر، أعرضه على أمر الله تبارك وتعالى، أهي طاعة أم معصية يا عباد الله؟ وهذا اليوم أيها الكرام يخص بالفرح، لا يخص بالأحزان، لا يخص بالأوجاع، لا يخص بالبكاء على الموتى، لا يخص بزيارة القبور وغيرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. فحري بنا أن نستقي هذا المعنى في هذا اليوم أيها الكرام. وكذلك أيها الكرام يوم العيد يوم الفرح ويوم صلة الأرحام وزيارة الأقارب والجيران، تفقد الأحباب والمساكين وغيرهم ممن يحتاجون أن يعطف الإنسان عليهم عباد الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها الكرام هذا اليوم أيها الكرام يوم الوصايا، فأنا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وأوصي كذلك معاشر النساء. يا معاشر النساء اتقين الله جل وعلا، واسمعنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها، هذه إذا فعلت هذه الأمور يقول لها الله جل وعلا: ادخلي من باب الجنة حيث شئت. فيا عباد الله، حري بنا في هذا اليوم أن نستقي هذه المعاني، وأن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذه الأضحية، فإن الله جل وعلا لا يناله دماؤها ولا لحومها ولا جلودها، ولكن ينالك منها عبد الله أنك أردت أن تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله خير مما تصنعون. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل ممن أقبل إلى الله جل وعلا بأضحية خالصة يريد بها وجه الله تبارك وتعالى. ضحوا واسألوا الله جل وعلا أن يتقبل ضحاياكم. كل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خيرا.